أنا هاحكي لك حكاية هتوضح لك شوية أنا أقصد. كان في حد وكانت ليه زميلة معاه في العمل، وهو كان متعلق بيها تعلق شديد، يعني كان بيحبها جدا. كان في تفاوت شوية ما بينهم، تفاوت اقتصادي واجتماعي وحتى ثقافي وتعليم. هو بذل مجهود كبير جدا عشان يقدر يلفت نظرها، وبعض النصايح وبعض الطرق قدر إن هو يلفت نظرها وفعلا يكسب قلبها، واجتهد اجتهاد عظيم إنه يعرف يرتبط بيها. خد وقت وخد مجهود، وهي البنت قدرت ده جدا، وهو اتعلق بيها اكتر وهي اتعلقت بيه بدرجه كبيره جدا، وحولت حياته لجنه حرفيا. عملت عشانه كل حاجه ممكن تتخيلها. الغريب بقى ان بعد فتره هو زهد في ده، وبعد فتره جالي تاني يسالني اعمل ايه، يعني سالته ايه السبب، قال لي بالحرف خنقتني. وفي المقابل هي كانت متعلقه بيه بقى بشكل كان غير طبيعي، وحاجه يعني دموع وزعل عشانه، وحاجة بقى مش طبيعية. وهو كان عايز يفارقها، هو خلاص ما بقاش طايق يعيش معاها، لحد طبعا ما هي حست الكره ده منه والاتنين انفصلوا. طبعا اتلطم هنا وهنا، وعرف يعني ايه قيمة ان في امرأة بتحبك راجع لي تاني يقول لي انا عايز ارجع لها. وهي طبعا كملت حياتها وارتبطت واتجوزت وخلفت كمان، وهو لحد النهارده لسه بيعاني من المسألة. ايه بقى اللي حصل؟ ده جوهر العلاقات الإنسانية، تحول الحب إلى فتور. التحول النفسي اللي حصل بين شخصين كانوا روح واحدة أصبح الاتنين بعد كده غرب عن بعض. ايه اللي حصل؟ الست بطبيعتها ميالة للعطاء، والراجل بطبيعته ميال لسرقة المشاعر. لو لقى الفرصة طبعا هيسرقها نفسيا، وهيسحب من روحها وهيستنزفها عاطفيا. الست بقى هنا بتبدأ تنطفي لما تلاقي ان هي مشاعرها مش متبادلة، لما بتدي مشاعر بدون مقابل بيحصل لها ما يسمى بنزيف داخلي للمشاعر. الراجل بطبيعته بيفقد الإحساس بوجود الست بسرعة، لأن هو بيعتبر وجودها ده وجود مضمون، يبقى لازم يحس إن وجودها غير مضمون. طبعا دي قاعدة رقم واحد في العلاقات. ولما بتديه السعادة بلا شروط هو بيتعود على النعمة دي، فبيحس إن هي حق مكتسب، إن هي حاجة بتاعته، حاجة مضمونة، مش شيء يستوجب الشكر والتقدير. لا، دي هي حاجة موجودة وهو اتعود عليها، وما تقدريش تسحبيها منه بعد كده، يبقى انت اللي وحش. خد بالك من نقطة في غاية الأهمية، إن أكترية الرجالة اتربوا على إيد أمهات ستات، والأم بطبيعتها عطاء بلا شروط. هو من صغره اتربى إن المرأة تعطي وأنا آخد، مش عطاء بعطاء. لا، ده هو من صغره اتربى ان الحاجه مش عجباني وهزعق وهقلب الدنيا، والحاجه هتتعمل لي احسن كمان ما انا عايز. ما اتعلمش ان هو يعبر عن شكره. فالست في نظره اللي هي ماما، فهو لما بيجي يتجوز بياخد الست بتاعته على انها ماما اللي هتحقق له الاحلام وهو صغير، فبيصطدم ان الست ديت لا، دي هي مش ماما، دي هي شريكتك في الحياه. ده موضوع تاني، انت دخلت على مرحله كبيره، المفروض يبقى عندك نضج اجتماعي، ان انت خرجت من مرحله دخلت في مرحله تانية. فين بقى لما بيجي الادراك بعد الفقد؟ لما كل ده يروح من حياته بيبدأ بقى ينضج، بيبدأ يعرف قيمة اللي كان عايش فيه.